قاتل ابن عمه من أجل داعش في قبضة الأمن، ومصور الحادثة هردي قتيلا بعد مطاردة لهما في محافظة الشملي عقب حصار فرضه الأمن عليهما منذ مساء الجمعة. المطاردة التي أدت للقبض على القاتل استخدمت فيها الطائرات، واستشهد خلالها رجل أمن، وأصيب مدير شرطة منطقة حائل بإصابات خفيفة بحسب بيان لوزارة الداخلية. الحادثة التي هزت المجتمع السعودي نهار عيد الأضحى بعد أن نشر القاتل وأخوه جريمتهما على الإنترنت كانت مسرحها محافظة الشملي الواقعة شمال السعودية، والبعيدة عن حائل قرابة 150 كيلومترا. هذه المحافظة الهادئة استيقظت يوم الخميس 24 من سبتمبر على 3 حوادث إرهابية قام بها 2 من أبنائها. أولها قتل مواطنين أمام قسم شرطة عمائر بن صنعاء، ثم هجوم على مركز مرور المحافظة وقتل رجل أمن، وقبلها قتلهما لابن عمهما الذي صافحه صباح العيد بحسب رواية والد القاتلين. الوالد الذي تحدث للعربية نت بإحساس ملؤه الصدمة ذكر أن القتيل نشأ يتيما وتربى مع ابنيه في المنزل نفسه، ولم يشك في تصرفات ابنيه قبل أن يغدرا بابن عمهما، لكنه كان يلاحظ جلوس ابنه القاتل على جهاز الكمبيوتر بشكل دائم. أما الضحية ذو 21 عاما فلم يكمل سوى شهر في وظيفته العسكرية بالقوات المسلحة في محافظة الخرج، وعاد خلال أيام العيد إلى المحافظة التي نشأ فيها لقضاء الإجازة مع عائلته وأبناء عمه. عدنان السوادي، العربية.